اول يوم حضانه. يا رب يا رب. سبته من الساعه 12 ودلوقتي نازله اخده الساعه 2. يا ترى عامل ايه معاهم؟ هو اصلا قال لي باي باي، ما زعلش عليا بساغ. يلا نروح ناخده. تعال. ده انت هتفتح وتطلع لي. تعالى يلا. انت عايز اخش جوه؟ ده بقى بيتك خلاص. عامل معاكي ايه؟ لا كويس ما شاء الله عليك. ايه ده؟ عملت ايه؟ انت واخدها معاك؟ عملت ايه؟ ابص؟ ماشي. انت شايفه ايه؟ اتفضل ماشي. ده قال لي بصي بيدخلني وبيعمل لي كده. بيعمل لي كده وبيقفل وراه. ايه الشطاره دي؟ هو القفل معاه صعب شويه. ممكن. هو ايه اللي انت جبته ده اصلا؟ ايه اللي انت جبته ده؟ انت جبت مام دي؟ طب ماشي، حطها طيب في العربيه. حطها في العربيه طيب. يلا حطها في العربيه عشان نجيبها. لا ما تفتحهاش هنا، ما تفتحهاش هنا، حطها في العربيه. هنفتحها في البيت اوكي؟ عايز تجيب ايه كمان؟ معايا خلاص ماشي. هات 1 بس. 1 ماشي. لا 1 ده هنا. زيزو يلا يلا حطها في العربيه. زيدان زيزو يلا يلا. هي واحده. زيزو هي واحده. يلا يلا. انا ماشيه وسايباك. يلا باي. مش هنروح لتيتا والله. انت عايز تروح لتيتا ليه؟ ماشي يلا بينا. يلا بينا. وانتي بطلي فرق، بطلي. الحمد لله. رحت اجيب حاجات من بيت الجمله وبعت ولد من بيت الجمله علشان يودي الحاجه عندي في البيت. تاه وانا رجعت البيت ما لقيتش الحاجه وكان يوم. يلا بينا. يلا يا سيسو. يا دي النيله. زيزو جايب عصير عايزه. مش مهم بقى ان احنا نطلع. يلا يا زوزو يلا. احنا مش رايحين لتيتا. بكره. بكره هنروح لتيتا ونعمل اللي انت عايزه. ماشي حاضر بكره. يلا قدام. يلا روح على البيت. يا لهوي. نزلت هيصت بقى. دي الحاجات اللي انا جبتها النهارده. بصوا جبت كيلو نودلز. جبت 2 اللي هي دي اللي بالكاري دي. تحفه لذيذه جدا جدا خطيره. وفي كمان اللي هي بالشعريه دي برضو تحفه بموت فيها بس ما لقيتهاش في بيت الجمله فجبت دول بس. جبت 2. ممكن اعمل لنفسي واحده دلوقتي كلها. طبعا زيزو شدلي دول اكيد يعني لازم يطلع بحاجه. سان توب ده بحبه جدا. واحلى حاجه ان هو بصوا بفيتامين سي فانا بحبه. وجبت لنفسي دي طبعا. رحت كعيت شويه فلوس على الصبح كده. جبت لنفسي دي. وزيزو شد ده مع انه ما بياكلوش بس جابه. لقيت بقى عندهم عروض على اللحمه فجبت دي. بس دي لحمه مجمده يعني. بصوا انا مش عارفه جبتها بكام والله. انا جايباها بكام؟ جايبه النص ب 147. النص ب 147 يعني انا اعتبر ايه ده؟ النص ب 150 يعني الكيلو ب 300 جنيه. كويس مش وحش. دي لحمه موزه قلت هعمل بيها لوبيا النهارده فجبتها. يا رب تطلع حلوه لان انا مش دايما لما بجيب من بيت الجمله لحمه بتطلع حلوه بصراحه. ساعات بتقعد كتير جدا على النار بتبقى بشعه. فابقى اجيب من الطلخاوي بعد كده بس اجربها يعني. وجبت التوست ده. بحب دايما يبقى عندي توست في البيت عشان ساعات ما بيبقاش عندي عيش فبحب التوست. وكمان زيزو لما بيصحى بيفتح ويشد واحد كده وياكل فجبت واحده. وبحب دول قوي بقى. دول لازم حاجات تبقى عندي في البيت يعني. استنوا جبت واحده كمان. فينها اهي اهم. جبت الاتنين دول. كنور بتعمل شرب حلوه قوي فانا جبت الاتنين دول. وفي كمان اللي هي شوربه الكريمه اللي بالفراخ برضو بموت فيها. بحس ان الحاجات دي لازم تبقى عندي في التلاجة يعني. لازم
عندي كده عشاء مش عارفه اكل ايه، حاسه ان الغدا مثلا قليل، يعني انا ما اعرفش في الغدا اكل صنفين، يعني مثلا اكل رز وخضار بس، لا لازم جنبه حاجه ثالثه، لازم طبق شوربه، بطاطس محمره، سلطه كده. وهبقى اقول لكم ساعات لما بتزنق وعايزه اعمل سلطه بعمل ايه. فجبت دول وجبت خلطه بشاميل. خلطه البشاميل دي انا فاكره ان انا كنت جبت كيسين، اصلي استحاله اجيب واحد بس، لان دول ايدي ورجلي في الدنيا. بعشق خلطه البشاميل اللي هي دي بتاعت كنور، اللي هي دي بحبها قوي. انا فاكره اهو، بصوا شفتوا، مش بقول لكم ان انا لا يمكن اكون جبت واحده بس، جبت 2. دي تحفه، دي اكتر واحده بحبها، اكتر من ماجي واكتر من الانواع التانية. وجبت ينسون، لان انا اليومين دول بعمل كتير جدا لزيدان ينسون بالعسل. زيزو اكلته مش جامده، فلما بحب كده ان انا اكله او افتح شهيته شويه تلاقوني جبت ينسون وعملت له ينسون بالعسل ومسميه له شاي. هو فاهم ان هو شاي بس محدش يقول اوكي ماشي. وهو شد دي، انا ما كنتش عايزاها والله، هو اللي جابها بس ما رضيتش ازعله. جبت ايه كمان؟ جبت كاتشب. ادمي بتعمل كاتشب وبتعمل صوصات خطيره، لان من ساعه المقاطعه طبعا واحنا بدانا نجيب يعني بدايل، فانا جبت ادمي كاتشب دي احلى بديل. معرفش اخش هايبر الا ولازم اطلع بتوابل. انا التوابل بقى كنت جربت من ابو عوف قبل كده توابل قويه وتحفه، مع ان انا اصلا بجيب التوابل بتاعتي من سوبر ماركت عندي اسمه عثمان حوار، بس انا برضو بحب التوابل بتاعت ابو عوف، ريحتها حلوه قوي ولذيذه بصراحه. جبت دي بتاعت بهارات الفراخ دي حلوه قوي، وجبت بهارات البطاطس دي من الضحى. بحب بهارات البطاطس، يعني بحب تكون عندي، بحب البهارات عموما قوي. وجبت زعتر جديد علشان الزعتر بتاعي خلص خلاص، ويعني او مش خلص يعني اتبقى في حبه صغننين قوي وبقت خلاص ريحتهم مش جامده، فجبت دول. وجبت ايه ده كانت ايه؟ دي كانت توابل لحمه عايزه اجربها، كانت توابل مخصوص بتاع بيت الجمله، فقلت له ماشي هات لي ب 10 جنيه، يعني دول ب 10 كده. وجبت كمان، انا كنت لسه الاسبوع اللي فات واكله عند ماما لوبيا، فحسيت ان انا عايزه تاني، فجبت لنفسي تاني. جبت دول، كانت الكيسه دي بحاجه و40 جنيه. وجبت ايه كمان؟ بحب الصلصه دي جدا جدا، بتاعت كنور دي وبتاعت هاينز برضو بحبها. وجبت بهارات بصل وبهارات ثوم، وجبت بابريكا برضو ب10. وجبت رز الساعه ده بحبه عشان فاضل لي حبه صغيرين. وايه الاصفر ده؟ دي كانت تقريبا بهارات كبسه كانت عندهم. هبقى اقول لكم انا بعمل رز الكبسه ازاي، بعمله حوار، انا عليا رز فككوا. انا ما وريتكوش طبيخي قبل كده، لا انتوا فاضل يعني كده يعني، ما علينا. وبرغم ان انا عندي لبن، بس زيزو بيحب اللبن، فشاف اللبن راح جايب، ما رضيتش ازعله، وبعدين ما تخسرش قشطه يعني، فاخدتها. وجبت دول كانت بهارات برضو بتاعه البصل والثوم. ودي كمان جبتها بتاعه الدجاج دي من كيلو جنيه، بحب كيلو جنيه قوي، مش عارفه بصراحه اذا كانت مقاطعه ولا لا، بس انا بحبها. ولقيت زيزو شبط في ده، يعني اخده معاه، فبرضه ما يخسرش، جبته له علشان بفطره بيه الصبح. لذيذ، لسه عاملاه النهارده من شويه علشان يفطر بيه، لان انا نزلته بصراحه الحضانه من غير ما افطره، غلطانه انا. كده كان هيقعد ساعه يعني ولا ساعتين بالكتير قوي، فدلوقتي بقى بيفطر بده. وفريده بدات توقوق اهي. اخر حاجه بقى جبتها عايزه اوريها لكم، جبت دي. ايه ده؟ عارفين الدوني؟ بس ده زي الدوني بتاع الملابس اللي هو معطر الملابس، بس اسمه فيلفيتا. ده تحفه بشكل، ده لو لقيتيه قدامك روحي اجري هاتيه. انا كنت جايبه منه اللبني، يخرب بيت جمال ريحته، يخرب بيت جماله، ويخرب بيت ثباته ده يا جماعه. يعني انا كنت بحط منه في الغسيل مثلا الكوبايه دي على اساس انه كده يا دوب، لا 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 ده كتير، الكوبايه دي كتير، اقل من كوبايه بتتحط. تحفه تحفه. انا بقى بعمل بيه ايه كمان ده، غير ان انا بحطه في الغسيل، بتلاقوني برضو حطيت منه مثلا على شويه من المعطر اللي انا بمسح بيه الارض، برش بيه العفش، برشه ساعات كمعطر كده على العفش او على السجاده.
ممكن تحطيه في اوتومايزر وترشيه على الغسيل وهو على المنشر. لا لا لا، تحفه 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 تحفه. المره دي بقى انا جبت منه الذهبي عشان سمعت ان الذهبي احلى. بس كده يعني كده خلاص مشترواتي الجميله خلصت. يلا بقى عشان اروح اعمل الغدا. بدات اهو اعمل في الغدا، فبدات باللوبيا على طول لان اللحمه بتاخد وقت طويل قوي في السوا، فعشان كده قلت اعملها هي الاول. وعلى ما اللحمه تستوي فانا برضو نقعت اللوبيا كده شويه بطريقه ماما، قالت لي نقعي اللوبيا نص ساعه وبعدين اسلقيها نص سلقه كده، وبعدين ابقي حطيها على الصلصه اللي انت عملتيها. معلقه توم وشوحتها، وبعدين رحت حاطه فيها اللحمه ومقلباها كده تقلبتين، وبعدين رحت حاطه حوالي مثلا 3 معالق صلصه كبار مثلا، وحطيت ميه مغليه. ومن ساعتها بقى وهي عماله بتعمل كده في نفسها، حاطه بقى عليها واحده ماجي فراخ ورشه كمون، رشه كزبره، حبهان وورق لورا، وطبعا ملح وفلفل. هستنى دي بقى كده شويه. بصوا هي اصلا بدات تكبر كده. انا اول مره اعمل لوبيا في البيت، فعشان كده هتلاقوني محدثه لوبيا، فاهمين؟ فايه متشوقه. والرز الخطير معانا النهارده بالشعريه. عايزه اقول لكم الرز بالشعريه ده يعني ما بعملوش في البيت عندي خالص خالص، قليل قوي. ليه بقى؟ لان احمد من اول ما اتجوزت كان دايما يقول لي انه ما بيحبش الرز اللي معاه مكرونه. الشعريه مكرونه على فكره، فانا متوقعه انه ما كانش بيحب الرز ولا بلسان العصفور ولا بالشعريه، ما الاثنين يندرجوا تحت المكرونه. لا، هو انا اتفاجئت ان هو ما بيحبش الحبه وحبه، لكن الرز بلسان العصفور ماشي، بالشعريه ماشي. ده بعد 4 سنين جواز. فانا دلوقتي بنعم باحلى ايام حياتي اني اكل رز بالشعريه هنا في بيتي على قد ما اقدر. قصه معبره قوي. انا عارفه اكتشفت ان كيس الشعريه بيخلص، بس يا رب يكفي. يعني كده الشعريه هتبقى قليله شويه في الرز، بس مش اشكال، احسن من مفيش، بتدي طعم برضه والله. يلا يلا احمر 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 احمر. بفضل اقلب كده علشان ما يبقاش فوق في ابيض ومن تحت تسود، فبفضل اقلب كده. ممكن تبصي تلاقي المكرونه اللي تحت خلاص اتحرقت، واصلا في مكرونه بيضه فوق. او الاحسن من كل ده انك تستخدمي حاجه اكبر شويه، مش حاجه صغيره وتقعدي تقلبي. ما تعمليش زيي، ما تعمليش زيي، ما تخلينيش قدوتك. بنوصل قربنا. هحط بقى الشعريه على الرز بتاعي. انا عن نفسي بعمل الرز في حله رز. ليه بقى؟ عشان يفضل سخن مده اطول. نقلب بقى كده. هي الشعريه قليله بس اتس اوكي، ماشي حال. عشان عارفه ان انتوا هتسالوني اكيد على حله الرز دي، لان دي ايدي ورجلي في الدنيا بمعنى الكلمه. دي كنوت، دي صاحبتي في الدنيا، بعمل فيها كل انواع واشكال الرز اللي في الدنيا. اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله. بصوا نورت لكم عشان تشوفوا. يا رز بالشعريه يا حبيبي. هي عن نفسها بتخلص الرز وبتسويه وبتظبطه وبتاكله لي جاهز. زيت، غطي، حطي الفيشه واطلعي بره المطبخ خالص يا منى ولا يهزك. الطف حاجه بقى ان اليومين دول ايام عيد ميلاد عادل امام، وعايزه اقول لكم القناه دي مظبطانا افلام لعادل امام. انا من امبارح تقريبا بتفرج على كل الافلام. النهارده اتفرجت على التجربه الدنماركيه، على باب الوزير، عصابه حماده وتوتو، وامبارح اتفرجت على طيور الظلام. بصوا انا اتفرجت على كل حاجه. انا فاتحه القناه دي تقريبا من اول امبارح بتفرج على عادل امام بس. اللي لفت نظري بقى حاجه، لو حد فاكر الفيلم ده كويس، فاكرين هو طلب ايه؟ طلب مش عارف، طلب 5 كيلو تقريبا من كل حاجه في المنيو. 645 جنيه. الحساب اقل من 7000 جنيه. جبت المعطر ده من كام يوم، فريده اللي هي اسمها مروج، ما استخدمتهاش قبل كده، ما جربتهاش قبل كده، بس قلت اجربها.
فانا محتاجاكم ان انتوا تقولوا لي لو انتي بتستخدمي معطر للعفش وللحاجات بتستخدمي ايه، عشان انا عايزه اغير شويه. انا قلت لكم ان انا دايما بحب كده يبقى في جنب الاكل كذا حاجه. فعارفين الشوربه بتاعه المشروم اللي انا جبتها الصبح، حطيتها في 4 كوبايات ميه، العبوه كلها في 4 كوبايات ميه وغليتها. وبصوا بقى بعمل ايه، بحب اعمل ايه كمان معاها، سواء ان انا جايبه شوربه المشروم دي او شوربه الكريمه الفراخ. بعمل ايه بقى، بشوح حتت فراخ صغنونه عشان تبقى شبه بتاعه بره. انا في العادي بشوحها كده بشويه بصل كمان، بتدي طعم حلو، بس ماليش مزاج خالص بصراحه اقعد اقطع في بصل دلوقتي وكده، فحطيت عليها باودر بصل اللي انا جبتها الصبح، يا رب تطلع حلو. وهحطها بقى في الشوربه بعد كده. وقطعت بطاطسايه وحطيتها في ميه بخل وملح لحد ما احمد يجي تكون نزلت النشا بتاعتها وبقت مقرمشه موت. تحفه 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 تحفه، بحب اعمل كده قوي لو انا مش مستعجله. الشوربه اهي، يلا نحط عليها الفراخ بالبهاريز بالزبده بتاعتها. انا هنا عاملاها في زبده ونقطه زيت. البهاريز اللي بتنزل دي هي اللي بتديها الطعم، خصوصا ان انا مش مسوياها في الشوربه من الاول علشان تبقى طعمها قوي فيها، فعشان ما احسش بفصلان شويه بحطها ببهاريزها بكله. هتطلع خطيره خطيره I'm sure، هتطلع خطيره. وهنا بس هديهم غلوتين كده مع بعض علشان يتجانسوا مع بعض. عامله مواعين قد دماغي، ادعوا لي الحق اخلصها. واو واو، انا جوعت واحمد اتاخر، انا جوعت. كنت عايزه اوريكم حاجه يا جماعه، انا يوميا لازم اخد من المالتي فيتامين دي ومن الاوميجا 3 دي. انا النوع ده جبته كذا مره، يمكن دي تاني او تالت مره اجيب النوعيه دي. دول فيتامينز من البراند بتاع انفينيتي، دايما في الصيدليات عندي بيبقى فيه عرض على الاتنين دول مع بعض، سعرهم 240. انا لسه صاحبتي جايبه علبه واحده بس، يعني جايبه دي بس ب 230 من القاهره الواحده. لا انا جايبه الاتنين دول في عرض مع بعض كده ب 240. ده اوميجا 3 علشان انا يعني التركيز بقى بعافيه عندي جدا بصراحه يا جماعه، بنسى كل حاجه، انا فظيعه. لا والتركيز قل ونومي بايظ لا، فكان لازم اخد اوميجا 3. غير بقى المالتي فيتامين دي، بصوا هي مكتوب عليها هير سكين نيلز. اللي انا خدت بالي منه الفتره اللي فاتت ان انا بدا يطلع لي بيبي هير، فالبيبي هير ده بالنسبه لي له سبب من 2، يا اما ان انا باخد المالتي فيتامين دي يوميا. وبصوا هي على شكل ايه، دي لطفتها، بصوا دي على شكل كاندي كده، بصوا على شكل كاندي يعني جيلي كده، اكنك بتاخدي بونبوني مع، مش بقى كبسوله ولا حاجه طعمها وحش، لا دي بونبوني كده. جايبه برضو منها فيتامينات لزيزو برضو نفس الشكل ده عشان يرضى ياخدهم. والحاجه التانية اللي برضو خلت عندي بيبي هير كتير بجد، فرق معايا جامد، زيت دابر امله. زيت دابر امله ده من وانا عيله صغيره وانا بيتقلي شعري، بس انا بقى من ساعه ما اتجوزت بصراحه كنت خايفه ان انا يبقى يعني ريحه شعري وحشه بسبب الزيت وبتاع، فما بقيتش احط في شعري زيوت خالص. شعري اتبهدل جدا، انا واحده شعري ما بيجيش غير على الزيوت، فرجعت جبته تاني عشان كمان احطه الفريده. بس يا زيزو في ايه؟ حلوه قوي. جاي يوريني ان هو بوظ السيف بتاعه ده اللي كان جايبه، السيف اللي بينور المرعب. اتفضل، انا اسف. فاللي طلع لي بجد بيبي هير في شعري ومخلي شعري احلى الفتره دي، يا اما دابر امله ده يا اما ده. وبصوا طالما احنا اتكلمنا عن الشعر، عايزه اوريكم حاجه تانية. بصوا السيروم ده او الاويل ده الماني كده، يعني الكلام اللي مكتوب عليه ده الماني. بصوا السيروم ده خلصان يا جماعه، السيروم ده خلصان يعتبر. بصوا، واحمد قايل لي ده لما يخلص، يعني الاوتوميزر بتاعته باظت كان زيزو بوظها، بقينا نفتحه ونستخدمه. احمد قال لي يا منى هاتلنا تاني. ليه بقى؟ احمد بيغسل شعر زيزو وبعدين يحط له من السيروم ده وبعدين يسرحه له ويلبسه مثلا حاجه على راسه. شعر زيزو ما شاء الله بيفضل تحفه طول اليوم. فانا قلت اقول لكم يعني احمد خلاص مخلصه على زيزو. وبعدين لقيت عندي وقت، قلت طب ما اعمل سلطه خضار.
بعملها زي بتاعة المطاعم بالظبط، وانا عملتها بطريقتين. بعملها شوية بالمايونيز لو عندي مايونيز، طب ما عنديش بعملها بالزبادي. احمد ما بيحبهاش بالزبادي عشان ما بيحبش طعم الزبادي في السلطة، فانا عشان الغيله الطعم ده بحط له يعني مع الزبادي مستردة، بصراحة بتبقى تحفة. انا سلقت خضار، كان عندي كده نص كيس خضار من بتوع بسمة دول، بسلة وجزر وفاصوليا وكمان عليها بطاطس مكعبات، ولحد ما الخضار يتسلق بتاع يعني نص سلقه، يعني ما تهريش الخضار، علشان الصوص لما بيتحط مع الخضار بيطري الخضار اكتر، فعشان ما تبقاش مهريه. في بوله ازاز بره بقى هحط علبتين زبادي بالحجم ده، او مثلا علبه كبيره هحط علبتين زبادي، وانا هنا حطيت علبتين ونص عشان كانت كميه الخضار عندي كبيره بصراحه. اول حاجه حطيتها هنا السكر، انا بحط بالبركه كده، بس انتي قولي مثلا معلقه كبيره وبعدين دوقيها. السكر على فكره اساسي في السلطه دي، ده لو انتي فعلا عايزه تطلعيها بالظبط شبه بتاعه المطاعم. فلفل اسود، ملح، بابريكا، كمون، زعتر لو عندك، وطبعا زيت وشوية كمون، قولي مثلا فصين كبار، معلقة خل كبيرة، وكمان ليمون. بصي انا بحط فعلا الحاجات دي بالبركه، يعني انا مش طباخه معرفش اقولك المقادير معلقه معلقتين، بس فعلا انا ايدي كل مره وبالبركه بتطلع بيرفكت. وبعد شويه علشان احمد حطيت شويه مستردة، بس انا ما صورتهاش، قولي برضو معلقه كبيره. الخضار اتسلق نص سلقه وسبته في المصفى يبرد كده شويه، ما تحطيش الخضار على الصوص بتاعك وهو لسه سخن قوي، لا هتتشرب وهتدبل بسرعه. سيبيه كده شويه يبرد كده مع نفسه، وبعدين اخلطيهم مع بعض وحطيهم في التلاجة. وهنا كنا خلاص بقى اكلنا، وفريده بقى خلاص يعني الهانم بتنام الصبح، فبشغل لها شويه ميس ريتشل وبس كده. يعني ده كان يومي النهارده، كان يوم لذيذ خفيف لطيف كده يعني، ما صورتوش كله بس مبسوطه ان انا قضيته معاكم. بس كده، تصبحوا على خير.